القاعدة كانت بسيطة: لو لمست يد باب القب النحاس يطير عليك العشاء، ولو حاولت تطلطل من خرم المفتاح تروح عليك الويكند. أبويا ما كان يؤمن بحاجة اسمها خصوصية، كان يؤمن بأسرار تسوى عنده أكثر من جلد ولده. وأبويا كان مصلح، أهل البلد يجيبوا له ساعات خربانة وساعات قديمة، بس عمره ما خلاني أشوف أحسن شغله عنده. دايما كان شايل مفتاح قديم ومصدي في سلسال حول رقبته. اليوم ولأول مرة من 16 سنة نسيحة للكوميدينا. هدوء البيت ما كان مريح، كان كأن البيت كاتم نفسه يستنى يشوف إذا كنت أخيرا بكسر الكلمة. الباب ما طلع صوت صرير، انزلق وانفتح بنعومة تخلي الواحد يشعر بالمغص. الريحة جوا ما كانت ريحة غير خشب ولا زيت ساعات، كانت ريحة نحاس وجلد ما انغسل. ولما عيوني تعودت على النور الأزرق الخفيف حق لمبة فلورسنت واحدة، شفتهم 4 منهم، لا هم عرايس ولا ساعات، أطفال كانوا مربوطين في الجدار الخرساني بسلاسل ثقيلة، ووجيههم كلها كدمات ودم ناشف. في بنت صغيرة ما كملت 6 سنين رفعت عينها فيا، ما صرخت تطلب مساعدة، بس حركت شفايفها بكلمة واحدة: اهرب. كلنا نحسب إننا نعرف الناس اللي عايشين معاهم، نتوقع إن الشخص اللي يسوي لنا الفطور أو يهاوشنا على الشغل هو مجرد أبوي. بس قد لاحظت باب في بيتك دايما مقفول، قد سألت نفسك ليش أهلك يعصبوا كده لما تسأل عن المستودع. مديت يدي لفك قيود البنت، ويدي كانت ترجف بقوة لدرجة إني ما عرفت أدخل المفتاح في القفل. وفي ديك لحظة سمعت صوت خبطة جزمة شغل قوية ورايا تماما. أبويا قال بصوت هادي لدرجة تخوف وكأنه خايب أمله: قلت لك يا لوك، في أشياء مكسورة لأنها مفروض تكون مكسورة. كنت أحاول أخليك في الجهة الصح من الباب. وقبل ما أقدر أشرد، يد ثقيلة انصقعت في رقبتي من وراء، وبينما هو يربط يدي بالبلاستيك بقوة وأبويا يسحبني لخطاف خامس فاضي في آخر الجدار، نزل وهمس لي: لا تخاف يا لوك، أنت طول عمرك كنت مشروعي المفضل. بس ما توقعت نبدأ التصليح بدي كذا. انطفأت الأنوار، بس كنت أسمعه هو يمد يده لشنطة العدة. تبغى تعرف إيش أول شيء أخرجه؟